عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أطيل عليكم، يعني هي الفكرة تقريبا وصلت، يعني اللي هي مسألة إن إحنا يتم يعني تنشئة الأطفال أو تنشئة أبنائنا على حب اللغة العربية وعلى منطقية اللغة العربية وعلى معرفة أسباب القواعد. بالتالي لما ابني أو التلميذ يعرف أسباب القواعد مهما كان المدرس اللي هيدرسها له خلاص هو حبها، هو ارتبط بيها، تمام؟ خاصة إن هي لغة القرآن الكريم. دلوقتي لما عرفت العلاقات الصوتية وعلاقات الأصوات ببعضها وما إلى ذلك، هبتدي ان انا بعد كده اهتم بعلم الصرف. هو ده الترتيب الطبيعي للغه. احنا بندرس صرف مش عارفين بندرس الصرف ليه، ايه اللي دخل الصرف عندنا في المنهج، تمام؟ ده الترتيب الطبيعي للغه. اللغه عباره عن اصوات، الصوت عباره عن حرف وحركه، تمام؟ ده اصغر بنيه صوتيه او اصغر بنيه لغويه، الناحيه الصوتيه. خلاص خلصتها، ادخل على علم الصرف. علم الصرف بيتم دراسه الكلمه وما حدث فيها من تغييرات، ابدال واعلال وما الى ذلك. مهم جدا ان انا اعرف ده ليه لازم ان انا ادرس بنيه الكلمه، علشان ايه؟ وده فاعل وده مفعول وده اسم فاعل وده اسم مفعول. ليه بدرس كل الكلام ده؟ عشان اعرف الكلمه دي احطها فين في الجمله، اعرف مكانها فين وموقعها فين. كتاب رائع رائع، واتمنى بعض اساتذتنا يعني يطلعوا عليه وهو متاح على الانترنت، اسمه اللغه العربيه معناها ومبناها للدكتور تمام حسان. الكتاب ده رائع، بيشرح لك ان اللغه عباره عن مبنى ومعنى. اذا عرفت المبنى ده احطه فين في الكلمه، خلاص ضمنت المعنى، بقى معنى سليم ومعنى طيب، تمام؟ طيب انا دلوقتي خلاص عرفت ان علم الصرف بيهتم بالكلمه، فبالتالي اقدر ان انا احطها فين في الجمله. هبتدي اعلى شويه وهبتدي ادرس علم الجمله اللي هو علم النحو، تمام؟ المبتدا والخبر والجمله الاسميه والجمله الفعليه والتقديم والتاخير وما الى ذلك. اصبحت مقتنع بفلسفه تدرج اللغه. اول حاجه اصوات، تاني حاجه صرف اللي هو خاص ببنيه الكلمه، تالت حاجه نحو اللي هو خاص بالجمله. بس كده لا، الكلمه والكلمه اللي هي بنيه الجمله نفسها. علم النحو علاقه الكلمات ببعضها. ليه ادرس علاقه الكلمات ببعضها؟ عشان اعرف هنا هي بتاخد تشكيل عامل ازاي، شكلها هنا ايه. لو انا عرفت شكلها هنا ايه واقتنعت بان هي واخده مكانها السليم، مستحيل ان انا انسى التشكيل ومستحيل ان انا انسى الاعراب، تمام؟ اخر حاجه علم الدلاله، المعنى او الناحيه المعجميه. بيهتم دلوقتي المناهج بتهتم بالناحيه المعجميه. بلاقي في كتب الاولاد الكلمه وتفريعاتها وجذورها وما الى ذلك، وده اهتمام طيب بالنسبه للمناهج الحديثه. لما ابتدي ادرس المعنى واعرف معنى المعنى والمعنى الاصلي والمعنى الظلالي والحقول الدلاليه. يعني ايه حقول دلاليه؟ يعني مثلا انا دلوقتي في مكتبه، ايه الكلمات الخاصه بالمكتبه؟ الكتب، الدفاتر، الاقلام وما الى ذلك. ده حقل خاص بالمكتبه. في حقل تاني مثلا خاص ب لو في حد بيحب كره القدم، الملعب، الكوره، الشبكه وما الى ذلك، تمام؟ لو انا عرفت علم المعنى او علوم المعاني، فبالتالي هقدر ان انا اقف على بنيه لغويه سليمه، اقدر من خلالها اتذوق الشعر كما كنا نتذوق الشعر مع يوسف اليوم، تمام؟ طبعا الكلام يطول ويطول ويطول في هذه المناسبه، ولكن اسمحوا لي قبل الختام ان اختم بكلمات ابي رحمه الله عليه بهذه القصيده الجميله التي كان دائما يلقيها في اغلب المناسبات، وهي قريبه الى قلبه. هي ابيات قليله ولكني احبها. ولنترحم على والدي رحمه الله عليه، فكانت الذكرى السنويه له منذ ايام قليله، رحمه الله وجعله من اهل الجنه، واكرم امي واخواتي خير الكرم وخير الجزاء لكل الاهل ولكل الاحباب بهذه المناسبه الطيبه وبهذه القريه الجميله. حقيقه الكلمات. احيانا تقف الكلمات باحثه عن عمق الفكره، وتراقب كل البسمات، وتحاول ان تفهم نظره، وتحرك كل النبضات، فتسمع من القلب الدقة، والدقة تتبعها الدقات، فيسير الحبر على الورقة ليترجم حرفا في عبارات، كي يحكي الموقف في لحظة. فحياة الشاعر همسات في نفس حائرة قلقة. شكرا جزيلا لكم.